كم مرة جات لك الفرصة انك تشتري في منطقة الار 7 في العاصمة الإدارية وضيعت الفرصة دي من ايدك؟ انت عارف ان متوسط سعر المتر من سنتين بس في الار 7 كان 25000 جنيه؟ طب ايه رأيك بقى لو جبت لك نفس السعر ده في كومباوند النهارده؟ انا محمد عشري سي او اي ساند بروبرتيز، جايب لك فرصة عمرك اللي ما ينفعش تضيعها من ايدك. كلنا متفقين ان مدينة الشيخ زايد هي من ارقى المدن غرب القاهرة، عشان كده اكبر المطورين عندهم كومباوندز هناك. منطقة كده هاي كوميونتي، متخططة ومتنفذة صح. المساحات الخضراء كبيرة جدا وشوارعها واسعة، مدينة فعلا مريحة. طب ايه رأيك بقى لو اشتريت في اعلى ربوة في العاصمة الإدارية؟ فاكر الار 7 اللي ما رضيتش تشتري فيها من سنتين بسعر متر 25000؟ كويس برضه انك ما اشتريتش، لان الار 7 مساحتها 1500 فدان، فيها حوالي 42 كومباوند. طب ايه رأيك بقى لو تشتري في منطقة الار 8 اللي بنسميها زايد العاصمة الجديدة؟ مساحتها 2500 فدان، يعني ضعف مساحة الار 7، فيها نفس عدد الكومباوندز تقريبا، يعني الكباسيتي هنا هتبقى قليلة جدا. بالاضافة ان مساحات الشوارع فيها واسعة وكبيرة جدا، وبرضه فيها مساحات خضراء كبيرة، ده غير انها هتضم جامعات ومدارس انترناشونال وفنادق عالمية ومنطقة نوادي رياضية. دلوقتي في كومباوند رافي هتحقق كل اللي بتحلم بيه، باسعار للغرفتين بتبدا من اول 3 مليون 200، والثلاث غرف سعرها بيبدا من اول 3 مليون 800. مش بس كده، طرق سداد مرنة جدا، بتبدا من اول 10% مقدم، وتقسيط بيوصل معانا لحد 10 سنين. الكومباوند في لوكيشن استراتيجي، قدامه على طول اكبر مجمع خدمات في منطقه الار 8، وعلى الممشى السياحي مباشره 200 متر من الحي الدبلوماسي اللي بيضم كل السفارات، ودقيقه بالظبط من النهر الاخضر. الاستشاري الهندسي حافظ كونسلتنسي بخبره كبيره جدا في مصر وبره مصر. بصراحه المهندس محمد حافظ من الاستشاريين اللي بيحب دايما يكون ليه بصمه مختلفه في كل مشاريعه. قدر من كومباوند مساحته 33 فدان يعمل ماستر بلان محترمه جدا تخلي كل شقه على فيو مميز، وكمان وفر لنا كل الخدمات اللي بنحتاجها بشكل يومي. يعني هيكون في كوميرشال اريا، وفي كمان اوت دور جيم، سويمنج بولز، ووتر فيتشرز، ومديتيشن اريا. ودي حاجه بتخليني مرتاح جدا وانا ببيع الكومباوند، لانه بيهتم بكل التفاصيل اللي تناسب كل العملاء. كومباوند من تنفيذ شركه كابتن ديفلوبمنتس، واللي يملكها رجل الاعمال المصري مستر خالد الفيزي. كابتن خالد عنده خبره كبيره جدا في التطوير العقاري من سنه 93، مسلم اكتر من 2500 وحده في مدينه نصر ومصر الجديده وارض الجولف، لدرجه ان في شارع هناك باسمه. بالاضافه انه مسلم اكتر من مشروع في راس سدر والساحل والعين السخنه، وده ثالث مشروع ليه في العاصمه الاداريه، وشغال كويس جدا بنسبه انشاءات عاليه. وطبعا الاكسبيرينس دي هنستفيد بيها في كومباوند رافي، لانه بيهتم جدا ان نسبه التحميل تكون قليله، وده هيخلي المساحات هتكون واخده حقها كويس جدا، والتقسيمات ممتازه. مش عايزك تضيع الفرصه دي تاني من ايدك، لانك لو ضيعتها صدقني مش هتلاقي زيها تاني. ما تترددش وكلمنا على الرقم اللي ظاهر قدامك، او اعمل ساين اب وهكلمك اشرح لك كل التفاصيل، وهساعدك في اختيار بيتك اللي بتحلم بيه.